الشيخ بيكات، ما ننسوش الطاقم الفني ولي تونسي. اليوم ان شاء الله نكرموا لي جاب المعدلات ومام طون. راكم تعرفوا بلي في جمعيه وهران توجور حنا نراقبوا الرتبه، سيتادير سيتور دوزيام تريماس معناتها صار. دونك حنا ان شاء الله ربي يوفقكم كاع كيما راكم اللاعبين، ونشكروا الاولياء اللي راهم حاضرين معنا. بمناسبه اليوم ان شاء الله الجمعه نفوتوا الكلمه للشيخ الكورديناتور المنسق تاع جمعيه وهران، ومن بعد المدرب، ومن بعد الشيخ اللي راه حاضر معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، نشكر كل الأولياء والأبناء تاعهم اللي راهم حاضرين اليوم في هذا اليوم الجمعة المباركة. نشكر الطاقم التقني والطاقم الإداري تاع هذا الفريق. نظن باللي هذه السنة الفريق راه في أحسن ما يرام، ونتمنوا له النجاح، وخاصة للأطفال نتمنوا لهم النجاح في الدراسة وفي المشوار الرياضي. بدون إطالة نعطي الكلمة للأخ، يعطينا كلمة يعني ثانية فليتفضل مشكورا. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باسم هذا المجلس نرحب بكم جميعا، وأنا واحد منكم إن شاء الله تعالى. كل مجلسنا مجلس مبارك ينفع به ربي، وتكونوا إن شاء الله تعالى دائما متألقين. ومما يسعدنا ويشرفنا أننا نشوف الطاقم الفني الرياضي ماهوش مهتم فقط بالجانب الرياضي، وإنما مهتم بالجانب تاعكم العلمي. أنا قبل ما نبدا كلمة كان الشيخ يتكلم قبلي، يتكلم في الصورة واحدة. الصديق كان يقرأ معنا القرآن الكريم اللي هو ترخي أولي. هذا ترخي أولي لعب مدة، كان هو في ترجي مستغانم سابقا ولعب في تيارو، وأثناء ممارسة تاع الرياضة كان يجي معنا للجامع وحفظ القرآن الكريم، والآن من حملة كتاب الله تبارك وتعالى. الرياضي ولادي، الرياضي هو يحاول باهي يكون الجسم تاعه سليم، يكون صاحب لياقة بدنية إلى غير ذلك مما يتعلق بسلامة الجسم كاملا. احنا عندنا واحد الشيء مهم على الجسم اللي هو الشيء الداخلي، اللي هو أخلاقكم وتربيتكم. أنا غنتكلم لكم عن أمرين اثنين باختصار. الأخلاق هي اللي تبقى، اللي اسمها روح رياضية هذه لا يتمتع بها وما يديرهاش إلا إذا كان واحد متخلق ومتربي. فالتربية أهم من كل شيء. التربية وين ما تدير واحد متربي يكون مليح، طبيب متربي مليح، رياضي متربي مليح. في أي ميدان يكون واحد أخلاقه زينة إلا وتزيد هذه الأخلاق قيمة مضافة في المجتمع. مهما كان النجاح تاعه إلا وتجد الأخلاق عندها واحد البصمة كبيرة. كي نتكلموا عن الأخلاق نبداو بالأدب مع الأساتذتكم مع معلميكم، لأن هنا كيجي واحد اليوم يعرضنا احنا ويدير لنا من تسمية هذا من أجل ماذا؟ من أجل واحد ولا اثنين ولا ثلاثة تفوقوا وجابوا معدلات مليحة. هذا تبين لنا اللي عنده محبة لينا. شوف احنا نحبوا واحد نحبوه على واحدة من ثلاثة. إما نحبوه لأنه شكله جميل، أو لأنه لديه أخلاق حسنة واللي يسموه الجمال الباطني، ولا حاجة واحدة أخرى يحسن إلينا، داير فينا خير. تخيل أنت الطاقم هذا اللي راكم عنده، يعني يستحق كل الاحترام والتقدير، وأنا نوجه لهم الشكر والتقدير وتحية إجلال، لأنهم اهتموا بكم حتى في الأشياء اللي يهتموا بها والديكم، بمعنى راهم شركاء مع والديكم في التربية، وشركاء مع والديكم في محبة النجاح لكم. فلذلك لابد من الاحترام تاعهم، لابد أن تحترمهم. أنا كي تحترم الشيخ تاعك في أي ميدان، هذا ماش غادي يحط من قدرك، وإنما يرفع
من قيمتك. صغار كيكونوا مقدمين بزاف يكبروا في عينين الناس. مرة واحد الملك كان جالس، اسمعوا ولادي، وكان عنده الحاجب كيما يقولوا الآن بروتوكول ولا كيقولوا الحاجب، هذاك اللي يدخلك عند الوالي ولا عند المير ولا هذا يسموه في اللغة العلمية ولا اللغة العربية يسموه الحاجب. هذا الحاجب جاوا الجماعة يدخلوا، دخل واحد ولد قد هذا مثلا، الأمير شاف الحاجب تاعه قال له هل كل من شأن يدخل إلينا دخل حتى الصبيان؟ قال له كاع اللي بغاو يدخلوا حتى الغيرين يدخلوا عندي في مجلس كبير تاع سياسة. هذاك الصبي كان متأدب، قال له يا سيدي إن دخولي عليك لم يحط من قدرك وإنما شرفني. يعني سكت، تعرف سكتة؟ سكتتها أخلاق والإجابة تاع ذاك الغلام. قال إن دخولي عليك لم يحط من قدرك وإنما شرفني. شيع فيه وقال له ودي قل لله أبوك. قال له قول شخصكم خلوني كاع سكتهم الوفد كاع اللي جايين اخبار وفيه. قال له انت ما تهضروش يهضر هذا، لأن ذاك الولد رغم أنه صغير إلا أن عقله كبير تربى. قال ذاك الولد يا سيدي قد أصابتنا مجاعة، أصابتنا 3 سنين. قال سنة أذبت الشحم، وسنة أكلت اللحم، وسنة دقت العظم. معناها قال له 3 سنين والفقر يأكل فينا والمجاعة فقر يلينا فيها. قال له وأنتم لديكم أموال، أنا اللي بسطتكم المعلومة. قال له وأنتم لديكم أموال. قال له يا سيدي إن كانت هذه الأموال لكم، لكن هذه الأموال هي عندكم الخزينة تاعك انتايا والأسرة تاعك، تصدقوا بها علينا فإن الله يجزي المتصدقين. وإذا كان هذه الأموال تاعنا احنا نسالوها وحق المسلمين فلماذا تحبسونها عنا؟ قال له إذا كان هذه الأموال تاع ربي ففرقوها بين عباده. قال الأمير قال الحاجب تاعه قال إن الغلام لم يترك لنا في الواحدة من الثلاث عذرا. قال هذا الغلام يعني ما أعطانا تا عذر، فكرمه وكرم الوفد اللي معه. فلذلك أخلاقكم هي رأس مالكم. تنجح مهما تنجح، إذا ما كانتش عندك أخلاق ماكش ناجح. بصح إذا كانت عندك أخلاق ولو كان النجاح تاعك قليل يزيد الأخلاق ترفعها مليح مليح لأنك إنسان متربي. الأمر الثاني اللي نقول لكم عليه من أجل اجتماع هذا الأسياد وهذا الشيوخ وهذا المربي اللي هو المجال العلمي. ولادي مهما كنت يليق لك تتعلم. نقول لكم واحد البيت شعري انتم كنتم كاع في المدارس يقولوا علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ قال العقل أنا أحرزت غايته، وقال العلم أنا أحرزت غايته، وقال العقل أنا العاقل بي وصفة. قال أنا يقول واحد عاقل ما شاء الله. فأومأ العلم إيماء وقال له بأينا الرحمن في فرقانه اتصف. يعني هذه مثلها أيهم احنا شكر رب العالمين عليم. قال لك فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف. اللي بيقول أولادي في سنكم هذا كاين واحد الناس ما تحقرش روحك كل مراكب. اليوم رياضي قد تكون رياضي وتكون طبيب وتكون إمام وتكون أستاذ، تجمع بين الحسنيين. أكم تعرفوا كثير من الدعاة كانوا رياضيين قديما، كانوا رياضيين والآن هم نافع بهم رب العالمين وما تخلوش عن المجال تاعهم. اللي باغي يقولها لك المجال العلمي والقراية لابد أن تتعلم. يا ولادي كاين حاجة تعرفوها، قراية دائما اللي قاري خير من اللي مش قاري. والله في الحيوانات بالله عليك تجيب لي حيوان مربي وحيوان مش حيوان متعلم وحيوان مش متعلم. كيف على حيوان تقول له روح جيب لي هذيك يجيبها لي، حيوان تعطيه ياكل بس. كيف عند ربي ومشي كيف تقول له ولي هذوك الحيوانات ربي شا دار لنا الصيد. الواحد كيروح يصيد شيدي اما انه يصيد من بندقيه ولا بحاجه بالاشياء اللي اصطادوا بهم كلاب الصيد اكرمكم الله. يرسل كلب تاع الصيد، هو مثال مربي كلب يصاح به وعنده كلب تاع الصيد، هذا الكلب تاع الصيد يروح يجيب له ارنب مثلا
يجيبها ويجيبها لها، يجيبها لها صحيحة ما ياكلش منها، هذيك يجوز ياكلها، بصح كون يجيبها لها كلب مرهوش ماهوش تاع الصيد ما ياكلهاش. ربي شي قال؟ قال وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. بمعنى أن اللي يجيبها لك الكلب تاع الصيد حلال أكلها. علاه؟ راه متعلم. إذا كان العلم فرقنا بين الحيوانات كيف ما يفرقش بين الناس؟ العلم ولادي به تبنى الأمم. إذا اهتميت بالرياضة وضيعت قرايتك درنا والو. لأنك أنت الآن احنا كي نقولوا رياضي نقولوا إنسان مثقف، نقولوا بعيد عن الأخلاق السيئة هكذا، نقولوا بعيد عن المخدرات، بعيد عن الطريق السيئة سيء. احنا كي درنا واحد رياضي سير نضمناه لأنه في أيادي آمنة مع الطاقم ومع الوالدين وكاع، وقتها مبلع ما عندهاش وين ينحرف. شا باقي له؟ باقي له يقرا وبس. احنا ضمننا الجانب تاع الأخلاق، كذلك نضمنوا الجانب تاع العلم. وانا نقول لكم هذه بها نختم. احنا الاسلام الان قعدنا الاسلام منذ ان بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم من يومنا هذا الى ان تقوم الساعه. كانوا وحدي كانوا صغار في سنكم، كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. تخيل باللي هما اكثر الناس حفظا لهذا الدين. ربي يحفظ بهم الدين ليومنا هذا. كاع كانوا في سنكم. ابو هريره، ابن عمر، ابن عباس، وأنس بن مالك، وأبو سعيد الخدري، هذول كانوا يدوروا في 10 سنين. يقول واحد منهم قال ودي كنا نقعدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن صغار نسمع منه الأحاديث. قال من بعد ما منا من رجل إلا وهو أمير على مصر من الأمصار. بمعنى أنهم قعدوا حتى ولاوا يأمروا الناس ويعلموهم وكذا. أبو هريرة احنا شحال نسمعوا غير عن أبي هريرة عن أبو هريرة. أبو هريرة كلمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده أقل من 13 سنة. صح ولا ماشي صح؟ أنا أبي عمري 43 سنة، ربما شيخنا أكبر مني ولا قريب مني. تشوف واحد منكم عندها مثلا كبير مني، عام كبير خلي إن شاء الله كبر مني قدرا قبل من السن، ما حاجة واحدة أخرى، السن حاجة واحدة أخرى. شوف ولدي مثلا عنده 13 سنة ولا 14 سنة، باه غادي يلحق للسن تاعي غادي يعيش 30 عام. شوف شحال راه البداية. إذا كان كتب الله رب العالمين بقى غير سني، تخيل يعيش أكثر 30 عام قادر يتعلم فيها ويعطي عطاء حسنا ويقدم للأمة الجزائرية لأمة الإسلام وينفع بها رب العالمين. أنتم المستقبل، لأن هؤلاء يجتمعون من أجلكم، لأن احنا اللي معدودين كبار كي نخدموا على من نخدموا في ديارنا، نخدموا على أولادنا، وكي نديروا جمعيات ونديروا مؤسسات خيرية خدموا المستقبل اللي هو أنتم. في ذلك نطلب منكم طلب واحد وأساسي، أنكم تشكروا المشايخكم المربين تاعكم هذا الآخر، ومن تشكروا لهم تدعوا لهم الله تعالى ربي يحفظ لهم أولادهم، لأن هذا الوقوف تاعهم في مقابل خلى أولادنا ربما في الدار ورجعنا جاوكم هنايا. يسال منكم أنكم تشكروا لهم هذه. وإذا أفادك إنسان بفائدة إلى العلوم فلازم شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله عافية أفادنيها وأبكي الكبر والحسد. أشكر مرة أخرى اللجنة المنظمة لهذا اللقاء، وأشكر كذلك أولياءكم، ومن خلالكم نقول لهم يعني بارك الله فيكم، وعلموا لكم هذه الأخلاق الزينة، علموهم يتأدبوا مع مشايخهم، علموهم باللي الشيخ يكون قدوة. معنا بعض الشيخ يكون قدوة مهما كان. إذا كان تكلمت في الشيخ تاع ولدك عارف بلي كسرت له القدوة اللي قال على هذه من خلالها. خلي الشيخ تاع ولدك دائما كبير، إذا كان رأيت ما يحتاج إلى تلميذ روح عند الشيخ مباشرة ويبقوا مشايخنا إن شاء الله القمة. جزاكم الله خيرا ومعذرة مع الإطالة، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا شيخنا. راكم تشوفوا باش تعرفوا بلي بدون علم ما نجموش نتقدموا. باش نضرب نعطوا ثاني الكلمة للمسؤول تاع تنشيط الرياضة. اليوم عطينا للعلم، فضلنا العلم، ما كاش كي الدراسة. الدراسة هي الأسبقية.
دراسة زائد الرياضة. عطينا للعلم أكثر وقت باش يعطي تفسير على العلم، على التربية، على هذا الآداب. دروك نروحوا للشيخ التونسي وكذلك يتكلم على يعني التسيير في الرياضة بصفة عامة في فريق ما. فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر اللي دار هذه المبادرة الشيخ آيت، نشكره على هذه المبادرة اللي دارها لنا، ونشكروا كاع الأولياء اللي راهم واقفين مع هذه الفرقة، والشرف الكبير اللي راه معنا الشيخ بيكات اللي تعلمنا من عنده بزاف صوالح. راني في 7 سنين و 8 سنين معاه، وهذه شوية بعدت عليه في هذا العامين هودنا الباركي شوية، كان شوية بعد مي توجور نبعدو او كونتاكت، نشوفو مع طبول الشفاء العاجل ان شاء الله، اللي مالغري مريض وما نسمعش في الفرقة ويجيو يعيطوا له الناس ويوقفوا معاه وكذا. وهذا شرف لينا حنا، شرف ليكم نتوما كمسؤول كيما الشيخ بيكات اللي فاتوا عليه اجيال كيما تابتي قائمة طويلة. نشكروا الشيخ ديدن اللي راه معنا، نشكروا الاخ اللي راه معنا تاني، ونشكركم نتوما اللي لاعبين هما الاساس، نتوما اللي غادي تكرموا، نتوما اللي غادي نحتفلوا بكم ونفرحوا بكم، اللي قراو مليح وداروا المعدلات راهم عندهم جوائز ان شاء الله يفرحوا، باش يكون تحفيز اللاعبين الاخرين باش الخطره الجايه ان شاء الله في الدوزيام تريماس يزيروا رواحهم ويدوا البلاصه تاع لي كلاساو البروميير دوزيام تروازيام. المهم حنا كيما يقول لك هذا الحفل تاعنا كاع كيما تاع جمعيه وهران اللي راهي تمر بعد الفترات اللي كيما يقول لك الكبير يمرض بصح ما يموتش. غادي هذه الفتره تفوت وغادي تشوفوا جمعيه وهران توقف من جديد، وان شاء الله بالمسؤولين تاعها، اللاعبين تاعها، المدربين، توجور حنا كيما يقول في السراء وفي الضراء رانا مع هذه ليكيب. خدمنا تعبنا ومازال رانا معاكم، ونشكركم بزاف مع التجاوب تاعكم لي زونترينمون لا ديسيبلين مع لاربيت، ما عندناش لي كارت، تلعبوا كرة نظيفة، عندكم راهي عندكم بيناتكم كيما يقول لك لا كونكيرونس، كل واحد يبغي يفرض نفسه، والقائمة راه فيها 25 لاعب بلا اللاعبين اللي راهم يتدربوا. نشكركم بزاف على التفاعل معايا، ديفو نكون معكم قاسي بصح في الصالح تاعكم. كي نزقي عليك الجوار راني نزقيك اللي الاب راه يزقي على ولده، ما تدوهاش من جو كوتي نيجاتيف. توجور حنا نبغوا كي نزقي عليك واستفادينا، زقيتوا حاجه مليحه فيكم اللي عندكم تجاوب بالخف. عندنا فرقه ما شاء الله، انا نتمنى لكم النجاح، بغا كنا معاكم ما كناش معاكم، توجور لا باز هي الصح. قاعده كي تكون قاعده متينه كيما يقول لك الواحد كي يبني يساس متين باش كيما يقول لك السكنه تاعه دوم، ما تنشلكش من فيها بزاف صوالح. حنا راكم في القاعده نخدموكم حنايا كيما يقول لك بالقلب، نخدموكم حاجه تاع قلب، والحمد لله رانا نتائج كيما في لاش تاعكم ما تنعدش. هي لا فورماسيون هي الاولى، مي كيما يقول لكم نتوما مع التجاوب تاعكم خفيف وكاع ديتو قفزه نوعيه كبيره زعما بزاف مع لي زونترينمون، مع الشيخ تاني اوتشي اللي راه معايا تاني اللي قام معايا بعمل كبير، نشكروه تاني اللي كان معايا في كل كبيره وصغيره، و سيتي اونسيان جوار اللي بالصدفه لعب عند الشيخ بيكات، والشيخ بيكات يعرفها مليح. نشكروه على المجهودات تاعه، يخلي يقدم تا يجي معانا، نشكروه بزاف. نشكروا الاولياء، نشكروا تاني الشيخ جمال نشكروه بزاف اللي وقف مع الفرقه. انا هذا كيما يقول لك
هاد الناس انا ما كنتش نعرفها بصح نعم الرجال. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الشيخ نشكرك على الكلمة اللي قلتها لنا، وحنا درنا هذه المبادرة على هادو ولادنا، بغيناهم زعما شوية نحفزوهم ثاني في القراية. الحمد لله في الرياضة، الجانب الرياضي كلشي راه على ما يرام، الحمد لله راهم يلعبوا، راهم كومبيتيتيف، نتائج كاينين، لي زونطرينمون راه كاين، المدربين راهم واقفين الحمد لله. أنا داير ستاف، كاين 2 مدربين، كاين مدرب تاع الحراس، كان إدارة ديدن ثاني باش نعطيه الصحة، وقف معانا، خرجنا الإجازات، خرجنا لي ليسونس، تمكنا باش نلعبوا. الشيخ ثاني بارك الله فيك، وقفت معنا سند معنوي وسند إداري، والحمد لله. ورانا كما نقول لك في تحسن، وانا نتعلم من هذا الاخر، وتعرفنا بالناس، ونشكر ثاني الاولياء اللي راهم واقفين، كاين بزاف اولياء واقفين مع هذا الفريق، نشكرهم. واليوم ان شاء الله غادي نكرموا او التلاميذ اللي تفوقوا في هذا مثل ما سادوا ان شاء الله، وغادي نعطيهم ثاني بدله رياضيه تاع لي زونطرينمون ان شاء الله. بيه بزاف هو التونسي بيروت، تفيق حارة على تونسي بيروت، صعب تطلع خفيف. على 10 هو تاع فوق السن 58 على 10. ينود هاك صور مع الشيخ صور. يعني هي تاني تنجم تقول أولى 17.63 أيتولا عبد الرحمن. الجائزة الثالثة 16.22 فايز آدم. الجائزة الرابعة 15.48 أماروش رياض. بون الصغار نشكرهم هادو 4 اللي فاتوا دروك. لازم انتوما في الفصل الزاوج كاع نورمالمون كاع الميضا كاع متصدين يا تكوك ولدي تكوك فصل الزاوج تايا بن عياده ورا بن عياده ما كاش فرصه خطره جايه. بارك الله فيك يا تكوك. تفيق حارة على مساعد المدرب أوتشي. تفضل.
الكريم الآن عند الشيخ منسق في مدرسة جمعية وهران الشيخ بيكا بحيث